السوالف المملوحة. يقولون اكو منطقة بالريف بيها شيخ معدل وبي كل معاني الطيب والمعروف والجودة، فارض احترامه على عشيرته وعشيرته محترمته إلى أبعد الحدود، وعنده سطوة عليها، وعنده بيت وحدة. هاي البيت قايمة بواجب الحلال الموجود عند أبوها، تطلع يومية تجيب علف للحلال من الهور وتجي الظهر، لأن المنطقة اللي بيها الحشيش بعيدة عن السلف مالهم. ذاك اليوم طلعت تجيب علف للحلال، وإذا بذاك الشاب فوق راسها، وهي بهالمنطقة هاي ببحتها. يقول من شافها ببحتها لعب الشيطان براسه، يقول وعظته نصحته حاجته ما قبل. ويقولون القوي ياخذ الضعيف، فتمكن منها بعد جهد وأخذ ما يوجهها مثل ما يقولون. قالت له يا ابن الحلال ما طول سويت التريدة وأخذت غايتك، لا تتعدى سواج العرب وسناينها. أنا أهلي ناس جاويد ويكحلون عين الشمس مثل ما يقولون. قالها عد عينك. يقول حط البيت بالبلم ماله ودفع بيها. قالت لو هم يدفعون، قالت له اريد اوصيك وصيه. قالها قولي. قالت له ترى اهلي اللي هو الطاير ما يتعدى على خشومهم، فدير بالك منهم. قالها وصلت المعلومه. يقول نص نهار هم يدفعون، واذا بذاك المضيف المتوسط الهور وذاك السلف العدل. قالها نتغدى ونبات والصبح نكمل طريقنا. أقبلوا على المضيف، وإذا بذاك الزلمة المعدل تلقاهم بالهلا والمرحبا وحياك. البت تعدت للنسوان والشاب تعدى للمضيف. نرتاح. الشاب سولف سالفته للشيخ، قال له يا ترى أنا هاي سالفتي، وأنا هاي البت نهبتها. الشيخ قال له وصلت، وما يمر بيك أحد ما طول أنت بالسلف مالنا، ونام مشخر بكل حيلك. يقولون الشيخ وصى أولاد أخوه، قال لهم أريدكم تحرسون الشاب بالليل. يقول أصبح الصبح، الشاب قال للشيخ، قال له الشيخ أنا أترخص من عندك وأريد أكمل طريقي. الشيخ قال له أبويا خلنا دزن وياك زليم، خاف أكو ناس تتعرضك، خاف أكو ناس تتابعك. يقول الشاب قال له لا أنا أكمل طريقي وأنا سير روحي يا شيخ. يقول دفعوا ومشوا نص نهار، وإذا الشاب يضحك. البت انتبهت عليه، قالت له شنو سالفتك شو ضحكيت؟ قالها صار لنا يومين احنا بهالشط هذا، وانت تقولين اهلي ما يتعدى على خشومهم اللي هو الطاير، وينهم اهاليك؟ يقول البت قالت له يا ولد السلف البت نبي سلفنا، والناس الحرسوك بالليل اولاد عمي، والشيخ ابو المضيف الضيف انا ابوي. يقول الولد صفن، قالها ابوك ايش قد خير؟ قالت لا ابوي خير خير، بس حقه ما يطيح للقاع ولا الوزقه تتعدى عليه. يقولون الولد من وصل لهله وناسه لم ساته ولم جاويده ولم الناس الخيره، وحولوا على ابو البت الشيخ. يقول الشيخ ابو البت طلب 40 مرة عرس، قال لهم يلا يصير حكينا. قالوا له إلك ما طول هاي طيبك وهاي جودتك وهاي معروفك وهاي أخلاقك، والله مو خسارة بيك. يقول جابوا 40 بت محملينهن بالمشاحيف ونزلوهن. يقول الشيخ عاين عليهن، قال لهم ياهو أقرب وحدة للولد. يقول قالوا له هاي اخته. قال لهم هاي حصتي وذن لها الهن، كل إنسان اليوم يغلط يتحمل نتيجة الغلط مالته من حلاله. أشوف قبل شلون كانت أكو سناين وأكو أعراف وأكو تقاليد والناس عاشت عليها،
ومع الأسف اليوم يعني تشوف القوانين اختلفت العشائرية، واليوم كل إنسان تشوفه من هاي الشيوخ الجدد اللي ما عندهم التزام بقوانين وأعراف وسواني أهلهم وناسهم، كل واحد ماخذ له صفحة وكل واحد فاتح له جبهة بوحده، وتشوف السناين قاعدة تقل وقاعد ينطعن بيها من وراء سين وصاد. وما كذب الشاعر أبو عباس محمد المياح الله يذكره بالخير عندما وصف حال الشيوخ المهيلة وقال: الخير والشجاع يخيط ويستر، الخير والشجاع يخيط ويستر، يظل يلقط عسل لو قابله المر، مثل بيت الشعر يدرعش ما تمطر، لازم يشتغل خياط ومجبر، رخيصة سلعته لو كانت من الدر، يذب ميل على روحه دوم ويعبر، بنظر غيره جبان يصير، بنظر غيره جبان يصير، كذب يحلف لو انقابل المستهتر، زيتو بيتقل النار ويتظاهر ثلج ويقول خل اصبر، خير بلاش نقول ضريبتها يلم والواد مطشر، وما تحميه العوزيات الما يحميه الخير، ما تحميه العوزيات الما يحميه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.